كابتن عايزين طبعا كابتن احمد الساري احد المهاجمين اللي ساب بصمه كبيره جدا في تاريخ نادي الزمالك. وادام يعني جت اسم احمد الساري لازم تيجي اسم نادي الزمالك. ابن اسكندريه اللي جه عمل بصمه كبيره جدا جدا وحقق بطولات مع النادي وعمل فرق في كام سنه اللي لعبهم. واحنا النهارده كابتن بنتفرج على نادي الزمالك ما وصل اليه للانهيار مستمر. من وجهه نظري يا كابتن بصرف النظر على ماتش النهارده، بس ماتش النهارده ده نتاج الارقام الموجوده قبل كده والمشاكل الموجوده قبل كده كمان الجهاز الفني حصل عمليه تشتيت ما بين مدير فني وبين مدرب عام، والناس ما بقتش عارفه تاخد اوامر من مين، ناس عارفه مش عارفه تعمل من مين. فده اكيد ادى كابتن لانهيار وتعامل الثقه بينه وبين اللعيبه. من وجهه نظرك بقى كمدير فني وكابن نادي الزمالك، التحلل اللي حصل ده ازاي، وازاي يخرج نادي الزمالك من هذا المشاكل اللي هو فيها؟ يعني انا اقول لك هو مين بطل الدوري حتى الان؟ ماشي الزمالك. الزمالك اخر موسمين نادي الزمالك. لما يحصل دروب هل ده يستدعي ان انت تصعد الامور لحد ما توصل لمرحله الانهيار؟ عادي ممكن اخفق في مباراه او مباراتين، بس مجرد ان انا هرجع بسرعه خلاص الناس هتنسى الاخفاق دوت وترجع انت بطل زي ما انت. لكن احنا دايما مشاكل نادي الزمالك بتعظم والناس بتكبرها وبتخليها توصل لمرحله ان بتوصل للعيبه. يعني اقول لحضرتك على حاجه عن تجربه، اللعيب الكوره دوت بني ادم طبيعي مش جماد. فده بيخش على الفيس وبيقرا التعليقات اللي بتتكتب وبيقرا تقييمات الناس ليه وبيتفرج على البرامج والناس بتوصل له حتى انطباع الناس في الشارع بيوصل له، حتى لو انت ما تعمدش توصله له هو بيدور عليه عشان يحس هو فين بالظبط، واقف فين. فلما يوصلوا للمرحله الهجوم المبالغ فيه ده على اللعيبه، حتى لو الفريق اتغلب في ماتش او ماتشين تفضل تضغط عليه لحد ما توصلوا للمرحله اللي هم وصلوا فيها دي. يعني بقى لهم حوالي شهرين ثلاثه مش شايفين مشكله مدير فني، وبعدين تمشيه وبعدين يرجع وبعدين يجي اسامه نبيه وبعدين يقول لا يجيب الراجل وبعدين فالامور. يعني مش عارف انا، مشاكل الانديه المفروض الكبيره بتبقى تضحك مع الطبيعي ما تكبرهاش، لان انت وراك ناس والصغيره بتاعتك هتلاقيها كبيره، فانت حاول تحجمها بحيث ان هي ما توصلهاش لمرحله الانهيار. ممكن اتغلب ماتش، ممكن اخفق في مباراه في مباراتين، لكن ما يبقاش الاخفاق دوت على مدار 5 6 ماتشات. بتحمل ده الاداره يا كابتن ولا بتحمله لمين؟ جزء كبير قوي من الاداره ان هي تمنع وتحوش الكلام ده عن اللعيبه، ان هو ما يوصلش. يبقى هو حائط صد الاول الاداره، بعد ما يخترق الاداره يوصل للجهاز الفني، بعد الجهاز الفني يوصل للعيبه. لكن هو في اول حاجه بيعمل ايه؟ بيتصدم باللعيبه. شايف ان اسماعيل فشل في مهمته خلال لا اسماعيل ما لحقش اصلا. اسماعيل جاي في وسط كنت بتفرج على حاجه كده دلوقتي، قال لك من الغباء عندما ياتي الطوفان ماشي ان تبدا في بناء سفينه. خلاص انت في طوفان هتبدا ايه؟ تلحق بالظبط. لا خلاص. فانت دلوقتي يعني انت جاي اسماعيل حاطه في وسط المشاكل، في وسط كان لو جبته من الاول من البدايه كان هيفضل يتظبط، ما كانش يوصل للمرحله دي. فانت في حاجات كتير قوي كانت لازم ترتب بشكل ايجابي. حتى لو حصل ان يا جماعه الكوره مستحيل نادي الزمالك كان بيكسب على طول. انت لما تحسب متوسط كده تحسب نسبه للفوز والهزيمه والتعادل في المباريات، تلاقي الزمالك بيتعداها في بعض الاوقات بشكل كبير قوي ما بتحصلش مع الاهلي او مع الفرقه الثانيه. مثلا يعني تلاقي الاهلي مثلا نسبه الهزيمه عنده في الدوري مثلا 3 4 ماتشات هيفضلوا كده 3 4 ثابتين. الزمالك ممكن تيجي في موسم تلاقي نسبه الهزيمه عنده 7 و8. طب انا عايز اسالك سؤال، انت النهارده لعبت مع نادي الزمالك كذا موسم، واكيد حصلت لكم مشاكل زي دي يعني، واحنا يعني دائما ابدا بنشوف مشاكل نادي الزمالك هي اللي بتتصدر كل المشاهد الرياضيه يعني. ايه السر كده من زمان يعني مش من النهارده بس؟ اقول لحضرتك انت مش لوحدك في المجال، انت حواليك ناس كتير قوي عايزه تفشلك، ضدك ناس من النادي الاهلي مثلا وجماهيره واعضائه عايزين يخلوا النادي الاهلي احسن فرقه في الدوري، فاي حاجه صغيره عندك بيكبروا بيخشوا فانت بتديله المجال ده وبتديله الفرصه دي ان هي تزود الموضوع ده. يعني افهم من كلامك، افهم من كلام حضرتك ان الاعلام الاهلاوي هو سبب مشاكل الزمالك. الاعلام الاهلاوي انت بتديله فرصه ان هو يخش يجادل معاك في مشاكلك انت لو قفلت المشاكل عليك ونهيتها من بدايتها مش هتوصل للمرحله دي.
انت عندك مشاكل في اللعيبه في بدايه السنه دي، مكان اللعيبه اللي مشيت، اللعيبه اللي هتجيبها الجديده، ما جبتش اللعيبه اللي على مستوى اللعيبه اللي مشيت عشان تفضل محافظ على الدوري الممتاز القوام. بتاعك موسمين ورا بعض. اه دي خطوه انت ما عملتهاش. ابتديت تجيب لعيبه ثانيه مستوى اقل، ابتدت الناس تخش تهاجمك، ابتدت الجماهير بتاعتك تهاجمك، ابتدت تخش جماهير الاهلي تهاجم، ابتدت تخش ناس ليها مصالح ان هي تهدك، فابتدت انت فتحت له المجال. انت من الاول لو وقفت على فرقتك وشفت احتياجاتك ايه الصح اللي انت عايزها، نوعيه اللعيبه اللي انت طالب باسم نادي الزمالك اللي هي تحافظ على الدوري لمده سنتين ثلاثه ورا بعض. دي اللعيبه اللي تجيبها، مش تجيب لعيبه عشان تلعب ماتشين ثلاثه وبعدين تقع. لا، انا عايز لعيب بيلعب لي 30 ماتش بيكسبني فيهم على الاقل 27. دي نوعيه اللعيبه اللي انا اجيبها في نادي الزمالك. فانت ما جبتش الكلام دوت في بدايه الموسم. جيت بعد كده بدات تحصل عمليه ايه؟ دروبات. فالدروب ده انت المفروض تقف قصاده. يعني بالنسبه لك كاداره وكجهاز فني وكلعيبه، لما بيحصل الدروب دوت خلاص، دي هي دي اخر حاجه المفروض تبقى دي بدايه للايه. لكن احنا قعدنا ناس قعدت تسيب لحد ما وصلت للمرحله انت بتتكلم عن الناس اللي جت يا كابتن، شايف الصفقات اللي جم كم واحد فيهم ينفع؟ لا انا شايف ان ينفع كل في الصفقات الزمالك اللي جت بعيده عن كل بعد دون مستوى؟ عن طريق حامل وفرجاني ساسي وبن شرقي يعني كابتن دون مستوى نادي الزمالك لا طبعا دون مستوى طبعا. لا مفيش حد مقارنه باللعيبه اللي فاتت. انا ماليش دعوه، بس يعني ايه العنصر اللي انت جبته دوت، انا بالنسبه لي تقييمه ايه؟ لما هقارنه بينه وبين اللي جه مكانه، هل ده يبقى يعوض الغياب بتاع ده والمفروض يتفوق عليه؟ لا طبعا مفيش مقارنه خالص. كابتن ساري لما جيت حتى ان هو يبقى زيه. لما جيت لعبت في نادي الزمالك، جاي نادي ذو شعبيه لحد ما في اسكندريه، لكن مش جماهيري زي نادي الزمالك. ورغم عن كده جيت وثبتت نفسك، وكنت من احد اهم اللعيبه ناحيه اليمين في مستوى مصر يعني. ايه شخصيه اللعيب اللي هو يلعب في الاهلي او الزمالك؟ النهارده بنشوف كل من هبه ودب بيروح الاهلي او الزمالك، بيقعد كم شهر واثنين ويمشي. الشخصيه بتاعته مش موجوده. انت حضرتك شايف وجهه نظرك يعني ايه هي صفات الشخصيه اللي تلعب كان في الاهلي او في الزمالك؟ بس احنا وقت في المصادر احنا بنتكلم عن الزمالك. طيب انا اقول لحضرتك حاجه. انا بشوف لعيبه في الدوري الممتاز او الدوري الدرجه الاولى لعيبه كويسه جدا، بس اللعيبه دي مش هينفع يلعبوا في اهلي او زمالك او فرقه من الفرق اللي هي الكبيره. طبيعه لعبها لا تتناسب مع طبيعه لعب الانديه ديت. يعني اقول لحضرتك مثلا في لعيبه بتعتمد على السرعات، فمحتاج مساحه عشان يشتغل ويظهر امكانياته. فلما يروح الاهلي والزمالك ما عندوش مساحات ديت. ليه؟ لان الاهلي والزمالك بيفضلوا ضاغطين على الفرق من بدايه الماتش، والفرق بترجع تلعب زون، فما فيش مساحه ان اللعيب ده يظهر امكانياته، فيضطر يعمل ايه؟ لا فرق. خلاص انت الميزه اللي عندك ايه؟ ما فيهاش المكان اللي تشتغل فيه، فاللعيب ده ينفع مع فريق ثاني بيتهاجم، فيبقى عنده مساحه يقدر يعمل مرتدات ويقدر يشتغل وسرعته تبان والكلام ده. معناه زي ما فانت لما تيجي تختار من الاهلي والزمالك هات نوعيه اللعيبه اللي تتناسب مع امكانياتك وطريقه لعبك. الكلام ده المفروض ما ينفعش. في لعيب مميز بس مش هينفع في الاهلي، مش هينفع في الزمالك. مين اللي يختاره؟ شايف لجنه الكوره في نادي الزمالك يعني مش ما عندهاش العين الصائبه اللي هي تجيب اللعيب اللي مثلا الزمالك بشكل مرضي للجمهور؟ هما السنتين اللي فاتوا نجحوا، السنه دي فشل. ما خلاص، ما انت طبيعي انت بتتكلم في ايه؟ جبت لعيبه كواليتي بتاعها خلى الزمالك ياخد الدوري سنتين ورا بعض، وكان ممكن قريب برضه ان هو يلعب افريقيا يوصل للنهائي. السنه دي جايب لعيبه مش عارفين يخشوا حتى في المنافسه على الدوري، فده يعتبر ايه؟ شايف لجنه الكوره في نادي الزمالك يعني مش ما عندهاش العين الصائبه اللي هي تجيب اللعيب اللي مثلا الزمالك بشكل مرضي للجمهور؟ هما السنتين اللي فاتوا نجحوا، السنه دي فشل. ما خلاص، ما انت طبيعي انت بتتكلم في ايه؟ جبت لعيبه كواليتي بتاعها خلى الزمالك ياخد الدوري سنتين ورا بعض، وكان ممكن قريب برضه ان هو يلعب افريقيا يوصل للنهائي. السنه دي جايب لعيبه مش عارفين يخشوا حتى في المنافسه على الدوري، فده يعتبر ايه؟ اخفاق. فانت كده غلطت في اختيار نوعيه اللعيبه اللي انت جبتها السنه دي. طيب كابتن ساري، لو رجعنا كده نتذكر يعني ماتشك مع النادي الاهلي، بالنسبه لك احسن ماتش يعني انت دايما في ذهنك كان ماتش ايه؟ انه كان كام يعني؟ ايه؟ كان كام يعني؟ ماتش مين؟ الاهلي والزمالك. اهلي والزمالك كان في ماتش انا ما لعبتش بس كنت احتياطي.
كنت المفروض ان انا هلعب، كسبنا فيه 1-0. ايمن انا منصور. منصور. اه في كليه حربيه. ايوه. جون خالد طبعا. ايه ده؟ الجون كان اسمه خالد ايوه طبعا، اللي حطه بتاع دي هو عمل ايمن منصور كده. دي كانت حاجه حاجه و90 يعني في 92 تقريبا 93. لكن انا بتكلم انت تبقى احسن ماتش مع نادي الزمالك كانت وجهه نظرك يعني. يعني في نادي الزمالك لعبنا مره مباراه مع المصري في الكاس بس اتغلبنا. بس لعبت ماتش كويس قوي يعني، مش فاكر كان المصري او الاسماعيلي، واتغلبنا في الماتش ده، وكان في دور ال 16 او دور الثمانيه، وانا كنت بادئ المباراه من اولها، ولعبت ماتش من اعلى الماتشات اللي انا عملتها في حياتي، ولكن النتيجه بتاعت الماتش ضيعت نرحب بس بالاعلامي عبد الناصر زيدان. حبيبي السلام. ربنا يعزك. اتفضل يا كابتن. بس الاداء بتاعي وكان كويس، لكن النتيجه كانت مش في صالح الزمالك، فالناس نسيت. قول لي يا كابتن، ازاي تم استقبالك في نادي الزمالك؟ زي ما قلنا من شويه انت جاي نادي في محافظه شعبيته طبعا مش زي الزمالك، ونادي الزمالك بالذات كمان زي ما يقال عليه في وقت من اوقات يعني كله معلمين، وانت جاي مع المعلمين دي اتعاملت معاهم ازاي؟ انا اقول لحضرتك، انا اول ما دخلت اوضه اللبس لقيت مين بقى في الاوضه؟ اسماعيل ولا اشرف ولا مين؟ جمال عبد الحميد. ايوه. طارق يحيى. بدر حامد. محمد حلمي. لف وارجع تاني. ابراهيم يوسف. أيوة. كانت اخر سنه كابتن محمد صلاح ما كملش. أيوة. بس يعني بدأ معانا الاعداد لكن ما كملش الموسم. كابتن عيد بداية برضه ما كملش. فانت داخل بتاعي وكان كويس، لكن النتيجه كانت مش في صالح الزمالك، فالناس نسيت. قول لي يا كابتن، ازاي تم استقبالك في نادي الزمالك؟ زي ما قلنا من شويه انت جاي نادي في محافظه شعبيته طبعا مش زي الزمالك، ونادي الزمالك بالذات كمان زي ما يقال عليه في وقت من اوقات يعني كله معلمين، وانت جاي مع المعلمين دي اتعاملت معاهم ازاي؟ انا اقول لحضرتك، انا اول ما دخلت اوضه اللبس لقيت مين بقى في الاوضه؟ اسماعيل ولا اشرف ولا مين؟ جمال عبد الحميد. ايوه. طارق يحيى. بدر حامد. محمد حلمي. لف وارجع تاني. ابراهيم يوسف. أيوة. كانت اخر سنه كابتن محمد صلاح ما كملش. أيوة. بس يعني بدأ معانا الاعداد لكن ما كملش الموسم. كابتن عيد بداية برضه ما كملش. فانت داخل اوضه اللبس، كان كابتن عادل مأمون برضه ما كملش. فانت دخلت اوضه، انا اللي جابني داخل غلط ولا ايه؟ كان مين بقى صغيرين؟ اللي هو مين بقى؟ احمد رمزي، اشرف قاسم، خالد جلال، نبيل محمود، عفت نصار. دي كنا ايه يعني الجيل الصغير. انت في قبليك بقى خش عندك بقى الاسماء اللي يعني انا بقول لك انا دخلت كده كنت بقعد فين؟ مش لاقي محمد عبد اللطيف على احمد رمزي، على اسماعيل يوسف، على ابراهيم يوسف، على جمال حميد، على طارق يحيى. انا ايه اللي جابني هنا؟ بس فقعدت اعتقد كان بصلاح الطيب. فخدني كده جنبه قال لي تعالى تعالى جنبي. وبرضه حصلت معايا مع منتخب مصر. لا خلينا قبل ما نروح منتخب مصر قول لي بس مين الفرقه يحتضنك واداك الثقه. كنت قاعد معاه في الشقه. رايح عشان بيلعب بونج زي حالاتك فانت. هو كان مغترب ايوه. هو كان مغترب، كان طارق يحيى من بره القاهره، فكنت انا قاعد انا وهو في شقه واحده. فكان هو بقى اللي متبنيني بقى، بروح باجي معاه، وكان هو طبعا نجم في نادي الزمالك، وانا كنت لسه بقى ايه بادئ كده. اول ما تشترك في نادي الزمالك كان قصاد نكانا ريد ديفلز. يا كسبنا 2-0 بتاع الكاميرون. نكانا ريد ديفلز. زامبي ولا زامبيا ولا زامبي؟ كسبنا 2-0 وانا كنت بلعب من اول ماتش، واللي جابوا جوان طارق يحيى ومنس. ده اول ماتش؟ ده اول ماتش. ده اداك ثقه بقى لعبت بعديها حوالي يعني 10 12 ماتش في الدوري، بس كانت ايه مشاركاتي مش نص ساعه ثلث ساعه وبس. مين صاحب الفضل عليك في المدربين في نادي الزمالك؟ نادي الزمالك يعني كان الله يرحمه كابتن يحيى حسين، هو اللي جابني من نادي الكروم واداني نادي الزمالك. كنت انا في منتخب الناشئين مع كابتن احمد رفعت. كابتن احمد رفعت اول ما شافني نادي الشركه يعني، وبرده كان ماشي على الاستحياء، الله يرحمه صلاح ناري لسه عايش ومات. لا موجود ربنا يديله الصحه يعني. فكنت اشهر اثنين انتوا الاثنين. دي حقيقه يعني، انتوا كنتوا اثنين، انتوا اشهر حد في النادي. وكان ايمن شوقي، وكان في حد تاني برضه والشاذلي.
طيب احنا انت دخلتني ان نقطه مهمه جدا نتكلم فيها. احمد الشاذلي واحمد ساري واحمد الكاس تركوا بصمه كبيره في اسكندريه وفي ثغره، وانتقلوا نادي الزمالك. بس يعني كلهم نجوم، بس ما فيش حد فيكم كمل مسيره نادي الزمالك. ايه السبب في كده؟ يعني ما بقاش مدرب ومدير فني وبتاع. انا في نادي الزمالك يعني بالنسبه لي انا والشاذلي ان احنا كنا صغيرين، فبدانا تحت 20 سنه وفي الاول شاركنا، ولكن انت الاستمراريه في نادي الزمالك كانت صعبه. ليه؟ لان كان قدامك اسماء، كان وقتها كان موجود جمال عبد الحميد وطارق يحيى وعبد اللطيف وايمن يونس اسماء صعبه قوي ان انت تقعد حد. انت قعدت كام سنه كابتن في انا الزمالك؟ قعدت 4 سنين. اول مره 3 سنين وبعد كده قعدت سنه. حققت كام بطوله؟ خدت بطولة دوري مرتين، بطولة أفريقيا مرتين، كأس مصر مرة، السوبر الأفريقي مرة، السوبر الأفرو آسيوي مرة. ده ما يشفعلكش انك انت تتجه نادي الزمالك وتبقى تمسك والله كان احد في من فترة كده كنت قابلت أحمد مرتضى وأمير وقعدنا مع بعض، فعرضوا عليا إن أنا أرجع نادي الزمالك، ابدا في نادي الزمالك في قطاع الناشئين يعني. بس كان ده من فتره، من حوالي 10 سنين كده. فكنت في مرحله قلت لهم انا شغال يعني بقى لي فتره بره مصر في الدوري الممتاز في السودان او في البحرين او في السعوديه، فصعب ان انا ارجع امسك ناشئين تاني. طب امنياتك بقى دلوقتي بقيت دلوقتي مدير فني، وامنياتك ايه على مستوى التدريب يعني؟ يعني مستوى التدريب انا بتمنى يعني حاجتين شخصيين شويه، ان انا اشارك مع نادي الاتحاد في البطوله، لان جميع نادي الاتحاد صحاب فضل عليا. اتمنى ان اقدر اكون موجود في تدريب نادي الاتحاد، ونادي الاتحاد ياخد بطوله من بطولتين دوري او كاس. فدي حاجه حلم انا بحلم بيه من اي وقت بلعب يعني. يا ان شاء الله ربنا الحاجه الثانيه اتمنى ان الاولمبي يصعد دوري ممتاز برضه. اللي بتمنى